السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشاق سكور ماتش المغرب من جميع أنحاء الوطن العربي، شكرا لكم جزيلا على التعليقات واللايك وسبسكرايب وعلى جميع الأشياء الإيجابية، ونرحب أيضا بكل الإيميلات والميساجات والرسائل الإيجابية والسلبية، ونرحب أيضا بانتقاداتكم لقناتنا، لأن لا انتقاداتكم لما وصلت قناة سكور ماتش، يعني أعتبرها قناة الخاصة للعرب، لما وصلت لهذا المستوى. إذا بفضل الله وبفضل متابعينا الكرام، إذا فيما يخص تسريبات سكور ماتش في بعد انتهاء من تحدي الشتاء، يعني هناك مفاجأة. كنا ننتظر دوري المقامر الكبير، ولكن مع الأسف لم تكتمل الفرحة. يعني كان سوف يكون هناك دوري المقامر الكبير، ولكن لم يكن. إذن سوف يكون بعد انتهاء من تحدي الشتاء تحدي الملكي، وسوف تشارك في هذا الحدث ب120 من المجوهرات، وسوف يكون البطل للمرة الثانية على التوالي. يعني إذا لم تحصل على هذا اللاعب في هذا الإيفنت من تحدي الشتاء فلا بأس، فهناك يعني تحدي آخر، ولكن سوف يكون صعب، لأنك يجب عليك أن تربح في 6 مقابلات متتالية، وإذا ربحت هذا التحدي سوف تحصل على البطل، وسوف تحصل على 200 من الكروت من هذا البطل، وسوف يكون هناك 600 من بطاقات اللاعب. إذن هذا كل ما لدينا في تسريبات سكور ماتش، خاصة بالتحدي الملكي. إذن ظهور اللاعب الجديد البطل في المقابلات في التحدي القادم. إلى هنا تنتهي حلقتنا من حلقات سكور ماتش.